يلا بينا نبدا في ليسون 2 يا اولاد. ليسون 2 بيتكلم عن حاجه اسمها exponential equation. exponential اسم تقيل قوي. equations كده كده عارفينها من زمان، بس exponential دي هقول لك انت عارفها وشرحناها قبل كده. كنت بقول لك الباور بيتقال عليه exponent. الباور بقول عليه exponent. لما قلت لك مثلا كنت بقول لك ان انا عندي 2 باور 3، كنت بقول لك ان هي الباور ده بسميه ايه؟ بسميه باور او exponent. في حاجه اسمها اندكس بس مش مهم دلوقتي الاندكس. فالاكسبوننشال دي جايه من exponent. طب exponential equation ايه هي الاكسبوننشال equation؟ ايه هي؟ شكلها عامل ازاي؟ انا عارف الايكويشن العاديه، يعني مثلا x plus 2 equals 3 دي كده equation. طب الاكسبوننشال equation الاسم التقيل ده تحس ان هو اسم قنبله يعني. طب يلا لو انا قلت 2 باور x equal 8 ده كده exponential equation. اشمعنى؟ لان الاكس موجوده مكان الاكسبوننت، موجوده مكان الباور، دي كده تبقى exponential equation. طب واحد يقول لي يا مستر هل x باور 2 equal 5 مثلا او equal اي نمبر ايا كان، هل دي كده exponential؟ هقول لك لا. قول لي ليه لا؟ لان الاكس مش موجوده في الباور. الباور لازم يكون الاكس نفسها او الفاريبل بتاعي موجود في الباور نفسه، مش موجود تحت. اوكي يا ولاد؟ لكن لو هو موجود تحت ده عادي عليه باور، مش مهم، مش اكسبوننشال ايكويشن برضه. الاكسبوننشال ايكويشن لازم تكون الاكس او الفاريبل بتاعي مكان الباور. اوكي؟ طب يلا يا ولاد ناخد عليها اكزامبلز. زي مثلا هنا 3 باور اكس بلس 1 ايكوال 81. اعملها ازاي؟ الاكسبوننشال ايكويشن الحاجه الجديده دي اعملها ازاي؟ اول حاجه قبل ما نبدا في حل الايكويشن ده تعالوا نفتكر لما كنت بقول 2 باور اكس ايكوال 8، لسه قايلها من 5 دقايق، من 3 دقايق. المهم يعني 2 باور اكس ايكوال 8 دي معناها ايه؟ معناها بقول لك الاكس باور كام 2 باور كام هيديني 8. لازم عشان اوصل لحاجه زي كده هقول ان 2 باور اكس ايكوال ال 8 دي عباره عن 2 باور كام اصلا؟ 2 باور 3. يبقى الاكس دي ب 3. خلصت؟ خلصت. بقى خلصت يا مستر؟ بقى خلصت. لما اقول لك ان 2 باور اكس ايكوال 2 باور 3 يبقى ما دام البيز ايكوال للبيز يبقى الباور ايكوال للباور. يبقى شرط ان احل الاكسبوننشال ايكويشن ايه؟ ان انا اوصل ان في بيز هنا قدها بيز هنا. لو انا عندي هنا 3 باور اكس يبقى لازم يبقى عندي هناك 3 باور اي حاجه عشان اعرف الاكس دي بكام. يعني لو عندي هنا 3 باور 5 يبقى الاكس على طول ب 5 لان هنا نفس البيز. يبقى هدفي عشان احل الاكسبوننشال ايكويشن يكون عندي هنا نفس البيز. طب يلا لو انا عندي هنا 3 باور اكس بلس 1 وهنا 81 انا مش عارف هي 3 باور كام، بس انا عارف ان انا عايز اوصل ل 3 لان هنا 3. فاقول 3 باور 1 لا طبعا 3 باور 1 ب 3، 3 باور 2 ب 9، 3 باور 3 ب 27، 3 باور 4. يبقى 81 هي عباره عن 3 باور 4 ايكوال 3 باور اكس بلس 1. طب يلا هنا بقت 3 وهنا بقت 3، وصلت ان البيز قد البيز، يبقى خلاص شيل البيز مش هحتاجه، خلاص يبقى الباور قد الباور، يبقى اكس بلس 1 ايكوال 4. يبقى لما اوصل ان البيز قد البيز بشيله ملوش لازمه، يبقى اكس بلس 1 ايكوال 4 اودي ال1 الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال 3. ايه ده؟ بس وديت ال1 الناحيه الثانيه بايه؟ دي بلس تروح ماينس من ايام بريب 1 دي وايام برايمري 5 كمان. اوكي طب يلا نفس الكلام هنا. 32 دي صعبه هتقعد تجرب بالكالكوليتر. 2 باور 3 2 باور 4 2 باور 5 هتوصل ان هي 2 باور 5 عامه. بس هل دي 32؟ دي 1 اوفر 32. دي هنا لما يكون عندي الباور تحت، الباور لما يكون تحت او الرقم سوري لما يكون تحت اطلعه بره او فوق بنيجاتيف في الباور، يبقى انا حطيت انها 32 باور نيجاتيف 1. طب في حل اسهل؟ في حل اسهل بكتير. شيل الكلام ده. انت عرفت ان 32 هي عباره عن 2 باور 5 صح؟ بس هي تحت. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا مستر عشان هي تطلعها فوق؟ اقول لك بكل بساطه خليها 2 باور نيجاتيف 5. توصل لها 2 باور 5 بس هي تحت في الايه؟ في الدينومينيتور، عايز اطلعها فوق تبقى 2 باور نيجاتيف 5. يبقى 2 باور اكس ماينس 7 ايكوال 2 باور نيجاتيف 5. بس كده؟ بس كده. قلنا البيز قد البيز شيله ملوش لازمه دلوقتي عندي، يبقى اكس ماينس 7 ايكوال نيجاتيف 5.
نيجاتيف 7 تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبلس، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 5 بلس 7. نيجاتيف 5 و7 تبقى كام؟ نيجاتيف 5 و7 مش عارف يا مستر، بالكالكوليتر هتبقى ب 2. يلا يا ولاد ندخل على المساله اللي بعدها. هنا 2 اوفر 3 ايكوال باور اكس بلس 2 ايكوال 27 اوفر 8. دي مساله رخمه شويه. رخمه ليه؟ عشان انتوا ما بتحبوش الفراكشن مش اكتر. طب يلا 2 باور 3، انا عارف ان ال 8 عباره عن 2 باور 3 و27 لسه قايلها في المساله هناك، قلت انها 3 باور 3. واحد يقول لي على طول بقى يبقى دي عباره عن 2 اوفر 3 باور 3، هقول له انت مش مركز ب 2 جنيه. انت لو مركز ب 2 جنيه بس بقول لك ال 8 2 باور 3، طب ال 8 2 فوق وال 8 تحت، يبقى حط 3 ولا حط نيجاتيف 3. ما هو نفس الفراكشن بس هنا مقلوب، لان ال 2 تحت لو اعتبرنا ال 8 دي هي 2 باور 3 وال 27 عباره عن 3 باور 3، بس المفروض تبقى العكس، المفروض يبقى ال 8 هي اللي فوق. طب يلا يبقى هنا 2 اوفر 3 باور اكس بلس 2. يلا يا ولاد هنا 2 اوفر 3 وهنا 2 اوفر 3، احط ايه؟ ما تحطش حاجه شيلهم، يبقى اكس بلس 2 ايكوال نيجاتيف 3، او ادي 2 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 2 ماينس 3 تديني نيجاتيف 5. مساله سهله وبسيطه. تعالوا ندخل بقى بمسائل اصعب شويه. هنا عندي 9 وهنا عندي 3، مش عارف اعمل ايه. هل ال 9 دي وال 3 نفس البيز؟ لا يا مستر، سهله وبسيطه يا ابني. خلي ال 9 نفس البيز بتاعت ال 3، يبقى خلي ال 9 3 باور 2، ما تخضكش، مفيش اي مساله تخضك، تبقى 3 باور 2 باور اكس بلس 2 ايكوال 3 باور اكس. اللي شاف الفيديو القديم بتاع ليسون 1 هيعرف المسائل دي سهله جدا بالنسبه له، مش هيقف قدامها ثانيه. اوزع هنا 2 هنا وهنا تبقى 3 باور 2 اكس بلس 4 ايكوال 3 باور اكس. ايه ده؟ ده هنا 3 وهنا 3 نفس البيز، شيل يبقى 2 اكس بلس 4 ايكوال للاكس. دي بقى ملهاش علاقه بالاكسبوننشال بقى، دي لها علاقه بالايكويشنز القديمه. كنت بحلها ازاي؟ كنت بعمل ايه؟ بجمع النمبرز في طرف وبجمع الاكسات في الطرف الثاني. هجمع الاكسات الناحيه دي عندي، يبقى اودي الاكس دي الناحيه الثانيه بنيجاتيف اكس، يبقى 2 اكس ماينس اكس. خلصت كده؟ لا، ودي لي النمبر الناحيه الثانيه، ال4 ده يروح الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 4. يبقى انا عملت ايه؟ هنا 2 اكس جبت لها الاكس جنبها بالماينس، اللي يتغير مكانه يتغير الساين بتاعته. فالاكس راحت الناحيه الثانيه بنيجاتيف اكس، طب ال4 تروح الناحيه الثانيه ماينس 4. 2 اكس ماينس اكس هتبقى اكس واحده، وهنا ايه؟ نيجاتيف 4. بكل بساطه وسهوله. يلا بينا. هنا عندي 3 اوفر 2 وهنا عندي 4 اوفر 9 زي المساله اللي فاتت، بس طبعا هنا بقى كبرت بقى الاكسات بقت اكبر شويه. برضه نفس الكلام، انا عارف ان ال 9 عباره عن 3 باور 2 وعارف ان ال 4 عباره عن 2 باور 2، يبقى واحد يجري على طول كده، يبقى هي 3 اوفر 2 زي الثانيه باور ايه؟ باور 2. هقول له برضه انت مش مركز زي صاحبك الثاني، دي هنا ال 3 فوق وال 9 تحت، طب ما دي ال 3 باور 2 وال4 هنا برضه فوق ولكن عكسها 2 تحت، يبقى هنا احط نيجاتيف في الباور تبقى نيجاتيف 2. يلا وهنا تبقى 3 اوفر 2 باور 5 ماينس 3 اكس. يلا طبعا هنا باور عليه باور كمان، عليه باور 2 اكس ماينس 7. ما حدش يشيل الاكسات غير لما اقول باور للباور مالتبلاي، يبقى نيجاتيف 4 يبقى هنا 3 اوفر 2 باور نيجاتيف 4 اكس، واوزع هنا تايمز ال 7 تبقى نيجاتيف، لا هنا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 7 يبقى بلس، نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف تبقى بلس 14 ايكوال هنا 3 اوفر 2 باور 5 ماينس 3 اكس. يلا هنا 3 اوفر 2 وهنا 3 اوفر 2 كانسل يبقى 5 minus 3x equal negative 4x plus 14. negative 4x وادي لها الاكسات الناحيه هنا وادي النمبرز الناحيه الثانيه. هتقول لي يا مستر لا انت جمعت الاكسات على الشمال، هقول لك هو احنا بنفرق معانا؟ المهم اجمع الاكسات في ناحيه لوحدها والنمبرز في ناحيه لوحدها.
يلا يا سيدي خلاص مش هزعلك، هجمع الاكسات هنا. يبقى نيجاتيف 3 اكس دي نيجاتيف لان هي ما اتحركتش، تفضل بالنيجاتيف بتاعها، والنيجاتيف 4 رايحه لها تروح لها بلس 4 اكس ايكوال. هنا عندي 14 ماينس ال 5 هي اللي تروح لها، تروح لها ماينس 5. يلا 4 اكس و 3 اكس تبقى باكس واحده ايكوال 14 ماينس 5 تديني 9، يبقى الاكس هنا ب 9. عايز اتاكد انها صح. معلش بس المساله زي دي مش زي المسائل اللي فاتت، او حتى مثلا المساله برضو اللي قبلها، عايز اتاكد انها صح. ممكن اكون اتلخبطت في حاجه، جيت اودي النيجاتيف 4 اكس نسيت اشيل النيجاتيف فوديتها برضو نيجاتيف 4 اكس، المفروض تتغير تبقى بلس، فنسيت اعمل كده. اعمل ايه يا مستر؟ قلت لك بكل بساطه وبكل هدوء، ارجع. مش انت حاطط لي الاكس ب 9؟ ارجع لاول المساله، حط لي هنا الاكس ب 9 وحط لي هنا الاكس ب 9. لو الرقمين طلعوا زي بعض يبقى انت حل المساله صح. طب ما طلعوش زي بعض يبقى انت عامل اكيد حاجه غلط، بقى غلطه ساين او غلطه باور، نسيت مثلا تعمل باور مالتبلاي، اكيد عملت حاجه غلط يعني. طب يلا، هنا عندي 2 باور اكس باور 2، وهنا ايكوال 16 باور 3 ماينس اكس. اول حاجه في المساله هدفي ان البيز ده يكون زي البيز ده، دي 16 برضو مش عارف هي 2 باور كام، اجرب هتلاقي ان هي 2 باور 4، يبقى 2 باور اكس باور 2 ايكوال 2 باور 4 باور 3 ماينس اكس. طب يلا خلصنا؟ لا لسه بنبدا. هعمل ال 4 ملتبلاي هنا وهنا، يبقى 2 باور اكس باور 2 ايكوال 2 باور 12. ليه؟ لانها 4 تايمز 3 12، وهنا 4 تايمز اكس تبقى نيجاتيف 4 اكس. خلصت المساله؟ لا لسه. احنا بيز ايكوال للبيز راحت، يبقى اكس باور 2 ايكوال 12 ماينس 4 اكس. المساله دي بقى هترخم معانا برضو، محتاجه من ايام بريب 2 اجمع كل النمبرز مع بعض في ناحيه واحده، او كل حاجه مع بعض تبقى اكس باور 2 ماينس 4 اكس تبقى بلس 4 اكس، دي بلس 12 تبقى ايه؟ نيجاتيف 12 ايكوال ايه الناحيه الثانيه؟ ايكوال 0 ما ننساش. يا مستر الكوادراتيك ايكويجن، خلصنا من الاكسبوننشال ايكويجن، دخلت لك كوادراتيك ايكويجن. الاكس باور 2 دي كنت بقول لك ايه؟ براكت وبراكت. اكس باور 2 هتتفك الاكس واكس، دي ماينس يبقى واحده ماينس الثانيه بلس. عايز رقمين التايم بتاعهم 12 والديفرنس بينهم 4. 3 تايم 4 ب 12 بس الديفرنس بينهم 1. 12 تايمز 1 ب 12 بس الديفرنس بينهم 11. 2 باي 6، 2 تايمز 6 ب 12، ولو عملت 6 ماينس 2 هيديني 4. احط ال 6 هنا ولا هنا؟ لو تفتكر الكبير بياخد الساين بتاعت اللي في النص، هتبقى بلس 6 وهنا ماينس 2، يبقى اكس ماينس 2 ايكوال 0، وهنا اكس بلس 6 ايكوال 0. اودي 6 الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 6، وهنا الاكس ايكوال 2. ايه ده يا مستر؟ طلع لي حلين يا مستر؟ اقول لك عادي، ما دام في اكس باور 2 يبقى انت اعرف ان على طول بنسبه كبيره يكون عندك حلين. تعالوا بقى ندخل ايه في رول جديده. هنا عندي 2 باور اكس بلس 1 وهنا 3 باور اكس بلس 1. هنا هنكتب برضو الجمله بتاعتنا في اي ار، او استنوا تعالوا نكتبها بالاحمر عشان هي في اي ار جدا. في اي ار very important rule. لما يكون عندي نمبر باور حاجه انا مش عارفها ايكوال نمبر يعني بعيد عنه جدا باور نفس الحاجه، يبقى ايه؟ بنسبه كبيره الاكس دي هتبقى بزيرو. يعني ايه؟ يعني لو عندي a باور 0 او باور خليها باور x ايكوال b باور x، هنا الاي دي والبي مش عارف اوصلهم لبعض، حاجه بعيده جدا زي ال2 وال3 او ال3 وال5، مفيش رقم باور حاجه او حاجه تايمز حاجه فاقدر اوصلهم لبعض. ففي الغالب دي الاكس دي هي الزيرو. اشمعنى الزيرو يا مستر؟ هقول لك لان النمبر باور 0 ب1. طب معقوله ان ال2 وال3 ايكوال لبعض امتى؟ لما تكون 2 باور 0 او 3 باور 0. ايه ده بس كده يا مستر؟ يبقى هنا الفي اي ار بتاعتنا ايه؟ ان انا لما يكون عندي 2 باور نفس الباور، هنا اكس بلس 1 وهنا اكس بلس 1 لازم يكون نفس الباور، وهنا 2 وهنا 3 يبقى في العادي يبقى اكس بلس 1 ايكوال 0، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1، وديت ال1 الناحيه الثانيه بقت نيجاتيف 1. ايه ده؟
يعني ايه يا مستر؟ يعني انت بس كده؟ ما هو مفيش حاجه 2 باور 0 ب 1 وال3 باور 0 ب 1، يبقى لازم الباور ده والباور ده يكونوا بزيرو. طب انا عندي اكس بلس 1 هي اللي بزيرو، يبقى الاكس لوحدها بنيجاتيف 1، عشان ساعات بتقول لي الاكس بزيرو، لا الاكس هنا بنيجاتيف 1. طب ناخد مساله ثانيه كده نجرب. المساله دي واضحه فيها الرول، هنا 4 وهنا 1، فال1 دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها 4 باور 0، وهنا 4 باور اكس باور 2 ماينس 9، يبقى ايه ده؟ هنا 4 وهنا 4، يبقى هاخد دي واقول ان هي ايكوال دي، يبقى اكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0، اودي ال 9 الناحيه الثانيه، يبقى اكس باور 2 ايكوال 9، هعمل سكوير روت سكوير روت، يبقى الاكس واحد يقول لي 3، هقول له حمار بيك حمار. يلا ده انا اكس باور 2 لسه قايل لك في المساله اللي فاتت ان الاكس باور 2 ليها حلين، في معظم المسائل ليها حلين. اكس باور 2 لما اجي اخد الروت يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 3. ليه بوزيتيف اور نيجاتيف 3 يا ولاد؟ لان انا كان ممكن احط 3 باور 2 هتديني 9، ولو حطيت نيجاتيف 3 باور 2 هيديني 9، لان باور 2 بيشيل لك النيجاتيف. يعني دي لو كانت نيجاتيف 3 باور 2 باور 2 هيشيل نيجاتيف، هتبقى برضه ب 9. خلي بالكم الحته دي قوي، كلكم بتنسوها من اصغركم لاكبركم. اكس باور 2 لما اخد لها روت تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 3. تعالوا هنا برضو مساله جديده. هنا بيقول لي عايز برضو يسولف يجيب الان، بس مديني المساله بالشكل اللي قدامكم ده. اول حاجه هنا 9 باور ان ماينس 1، وهنا 2 باور ان، بيعملهم تايمز بعض اوفر 18 ان، 18 باور ان ايكوال 3 باور ان. طب اعمل ايه يا مستر؟ ما تعملش حاجه، فك. يلا ال 18 دي باور ان مش عباره عن 9 تايمز 2؟ تبقى 9 باي 2 من ليسون 1 على طول. خلي بالكم ان احنا في الماس كل مساله، مش كل مساله، كل درس بيجي اللي بعده. فانا هنا ايه؟ هنا 18 عملتها 9 تايم 2 من الدرس الاولاني. يلا وهنا 2 باور ان، وهنا 9 باور ان بلس 1 ايكوال هنا 3 باور ان. يلا اوزع الان هنا وهنا، فتبقى هنا 2 باور ان تايم 9 باور ان. طب واللي فوق؟ اللي فوق مش هعمل فيه حاجه، خليه زي ما هو 2 باور ان، وهنا 9 باور ان بلس 1. ايه ده؟ 2 باور ان و2 باور ان وديهم مع بعض، كنسل كنسل. 9 باور ان ماينس 1، وهنا 9 باور ان. طبعا ما تنساش هنا في 3 باور ان عشان انتوا ساعات بتنسوها، يعني تيجي في نص المساله تنسوا كل حاجه في المساله. المهم هنا هعمل ديفايد، يبقى هعمل ماينس للباور، يبقى ان بلس 1 ماينس ان. ليه ماينس ان؟ عشان هنا الديفايد ماينس الباور ايكوال هنا 3 باور ان. ان ماينس ان هتروح مع بعض، يبقى 9 باور 1 ايكوال 3 باور ان. واحد يقول لي على طول الان ب 1، هقول له انت ما كنتش مركز في اي حاجه قلتها في الدرس ده. هي ال 9 وال 3 نفس البيز؟ لا طبعا، ال 9 دي لازم اخليها 3 باور 2 ودي تبقى 3 باور ان عشان يبقى نفس البيز، دي 3 ودي 3 زيها. فيبقى الان ايه؟ الان ب 2. اوكي؟ يلا بينا. بيقول لي هنا اف 2 باور اكس ايكوال 5. الله الله، يبقى الاكس بزيرو؟ لا اقول لك اصبر شويه. بيقول لك then find the value of 8 باور اكس minus 3 تايمز دي تايم مش اكس تايم 2 باور اكس بلس 2. ثانيه يا مستر، ثانيه بقى عشان دي كده حاجه تخض. هقول لك هنا يا اولادي حبيبي ولا تخض ولا حاجه، هقول لك ان المعلومه دي هستفيد بيها. انا هحاول اخلي المساله دي كلها فيها 2 باور اكس. لو عندي اكس اخليها تبقى فوق ال 2 على طول. طب اعملها ازاي؟ اقول لك واحده واحده. هنا عندك 8، ال 8 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باور 3 باور الاكس. دي واحده من الاكسبرينشال ايكويشنز اللي رايقه يعني. ماينس ال 3 مش هعمل فيها حاجه. طيب هنا 2 باور اكس بلس 2. البلس في الباور كان اصله ايه؟ كان اصله مالتبلاي، يعني دي كان اصلها 2 باور اكس تايم ايه؟ تايم 2 باور 2 عشان نفس البيس فعمل بلس. فانت هنا رجعت الحاجه لاصلها، هي كان اصلها 2 باور اكس تايم 2 باور 2، فكنت بعمل بلس للباور، فهنا دي بلس في الباور انا رجعته وخليته ايه؟ مالتبلاي. بس كده يا مستر؟ اقول لك دي خلاص يعتبر خلصنا 50% من المساله.
هنا 3 واكس هلفهم مع بعض فتبقى 2 باور اكس باور 3. هتقول لي اشمعنى الحركه دي يا مستر؟ اقول لك هتفهم كمان 3 ثواني. ماينس 3 تايم 2 باور اكس تايم 2 باور 2. ماشي. الخمس ثواني عدى يا مستر. اشرح لي بقى. هنا 2 باور اكس مش انا عارف انها 5، فانا لما بدلت انا كده ما غيرتش حاجه، هنا باور لباور فكده هعملهم مالتبلاي، فما فرقتش لو عملت العكس، مش 2 تايمز 5 ب 10 و5 تايمز 2 ب 10 برضه، فهي مش هتفرق. فال2 باور اكس دي هشيلها واحط 5، يبقى عندي هنا 5 باور 3 ماينس ال 3 خليها زي ما هي. 2 باور اكس 2 باور اكس 5 يبقى تايم هنا 5 تايم 2 باور 2 تبقى 4. بس كده بقت مسألة عادية جدا. 5 باور 3 ب 125 وماينس 3 تايم 5 تايم 4 هعمل دول كلهم تايم، ف 3 تايم 5 15 تايمز 4 تبقى 60 يبقى ماينس 60، واحسبها كده بالكالكوليتر مش هتفرق. اصلا من الاول هنا ممكن احسبها بالكالكوليتر عادي جدا. انا كل الفكرة ان انا اوصل لدي، وصلت لدي شيل ال 2 باور اكس حطها في 5 وخلصت المساله. بقت مساله بسيطه جدا وابسط من البساطه. بس بعد كده طبعا ما تنساش تحطها على الكالكوليتر واحسب، عشان ايه ما تخافش كل بعد ما تحل ده كله وتوصل لي لهنا تكسل لي في دي. لو كسلت في دي هنقصك على طول. لو دي ب4 درجات هديك 3 فهتنقص درجه. ليه تنقص درجه؟ بتركز. اوكي يلا هنا مديني بقى في السؤال ده، مديني هنا كيوبويد، مديني هنا السايدز بتاعته ان هي 2 باور اكس بلس 1، وهنا 2 باور اكس بلس 2، وهنا الهايت بتاعه 2 باور اكس. تقول لي يا مستر ايه اللي جاب الجيومتري في الالجبرا والكلام ده؟ اقول لك عادي، احنا ما فيش عندنا الكلام ده، كل حاجه داخله في بعضها. هو هنا مديك ان الفوليوم ب1، طب ايه يا مستر الفوليوم؟ معلش بقى فكرني انا لسه ما رجعتش الجيومتري. اقول لك سهله، الفوليوم ايكوال اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت. لينس تايمز ويدث تايمز هايت. اللينس تايمز الويدث تايمز الهايت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ماشي، ده هيبقى رخم قوي يا مستر. هقول لك ولا رخم ولا حاجه، كله اصلا من ليسون 1 واخر حته بس هنحلها بليسون 2. يلا اللينس بكام؟ اللينس قال لي ب 2 باور اكس بلس 2 تايم، خلي دول تايم عشان ايه ما اتلخبطش، 2 باور اكس بلس 2، والويدث ب 2 باور اكس بلس 1، والهايت 2 باور اكس. بس كده يا مستر؟ بس كده. الفوليوم ده شيله حطه ب 1. المسألة بقت أبسط من البساطة. يلا اعمل لي كده المالتبلاي، أحط بيز واحدة، ما هما كلهم زي بعض، يبقى أحط 2 واحدة وأعمل إكس بلس إكس بلس إكس تبقى 3 إكس، و2 بلس 1 ب 3. إيه ده؟ 2 باور 3 إكس بلس 3. إيه ده؟ وهنا 1. ثانية واحدة 1 الفي اي ار بتاعت الليسون 1 ان اي حاجة باور 0 ب 1 يبقى دي تبقى 2 باور 0 يبقى ايه؟ يبقى 3 اكس بلس 3 تبقى ب 0. اشمعنى؟ عشان بقى نفس البيز. اي حاجة باور 0 ب 1 على طول، فحط الباور على طول ب 0. يلا وديها الناحية التانية بلس 3 تروح الناحية التانية ماينس 3 يبقى 3 اكس ايكوال نيجاتيف 3 ديفايد 3 ديفايد 3 يبقى x ايكوال نيجاتيف 1. اللي ما يعرفش يحل الايكويجن دي يبقى انت ما شفتش كورس الاساسيات بتاعنا، او انت ما حضرتوش معايا بمعنى اصح. يبقى انت محتاج تراجع الايكويجنز، ولو عندك اي سؤال ابعت لي على الواتساب وهراجع لك انا على الايكويجنز مع بعض. دي بقى يا اولاد اخر حته في الدرس، بس انا هسيبكم انتوا اللي تحلوها. دي مساله اصعب من المساله بتاعت ليسون 1 اللي كنت سايبها لكم، بس المساله دي لو عرفت تجيبها يبقى انت شاطر وكنت مركز معايا قوي. هي مساله سهله جدا بسيطه جدا بس فيها تركايه صغيره، لو انت مركز هتعرف تحلها. حلها وابعتها لي على رقم الواتساب، ولو عايزين اي حاجه انا معاكم. اوكي مع السلامه.